تعالَ أقول لِك على فكرة النهارده بس بجد حلوة وموفّرة جدًا، وحاجة كنا بنرميها دايمًا، وإزاي ما كناش بنستغلها بالطريقة الصحيحة دي. تعالَ أقول لِك فكرة النهارده حلوة. تعالي يالّا هاتي تقوّري البتنجان، لمّا يكون جايبة بتنجان وهتقوّريه كده زي ما أنتم شايفين. تعالَ أقول لِك إزاي تستغليه. هاتي معلقتين من الزيت حطّيهم في طاسة على النار، وانزلي بتقوّري البتنجان عليهم، وابتدي قلّبيهم كويس لحد كل البتنجان ما يشرب الزيت اللي في الطاسة. وبعد كده هاغطّيه علشان يستوي معانا كويس، ونقدر إن إحنا نشغّله بالطريقة اللي إحنا عايزينها. طبعًا البتنجان كده استوى معانا، هو ما خدش معانا حوالي 10 دقايق، تمام كده. وبعد كده هاحطّه في الكبة مع 5 فصوص من التوم، فلفل ألوان زي ما يكون متوفّر عندِك، أخضر بس، أحمر بس اللي موجود. وبعد كده ملح وكمون وشطة وكزبرة. أنا عاملة الخليط ده كله مع بعضه، وهاضربهم في الكبة كويس لحد ما ينعموا كده زي ما انتم شايفين. وبعدين